السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الله تكونوا على خير وتشوف هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. اليوم الخوت العزاز والحباب ديالي وكلكم كنسلم عليكم، كي دايرين مع هاد الصهد وكي دايرين مع هاد الأجواء. كنتمنى من الله تكونوا على خير كاملين. البنات المبتدئات الصابلي اللي ما كيصدقش ليا الصابلي، اما كيتجمع ليها في الفران ولا كيتنفخ ولا ما كيجيش زوين ولا هذا، غنعطيكم واحد المراحل ديالو، المقادير ديالو وحده وحده تبعوها وراه غادي ينجح معاكم الصابلي 100%. على حقاش كيف ما كتحطوه وكيطيب وكترجعوا للطابع ديالو كيجي بحال بحال. المهم تبعوا المقادير والمراحل هي ما هي. هادشي اللي غنقول لكم. قبلوا عليا، قبلوا على امي الحاجه، الله يجازيكم بخير. قبلوا على امي الحاجه على الاجواء ديال رمضان، على ملاد الفيديو نتا غادي تحط. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم الصابلي، بغيت ندير الصابلي ديال الزياده. هادشي اللي كان غنوريكم الاشكيلات اللي باغا ندير. غندير هذا ها هويا، شوفوا تبارك الله، وهذا شوفوا كي جا. وغندير هاد الشكل هذا، وغادي ندير هذا. المهم خليكم معايا الطوابع ديال هاد الشكيلات. المهم ها همايا، ها هما الطوابع. فين هو الثالث؟ ها كاين هذا. المهم كاينين هاد ثلاثه هادو هما اللي غادي ندير ان شاء الله. خليكم معايا، سمحوا لي. وهذا والطابع راه هانتوما اللي عنده هذاك السيبات اللي كيجي في الطاوه، هذاك راه زوين ولكن راه داير الثمن شويه. اللي ما عندوش اي مدلك يديروا. انا عندي هذا المدلك وعندي واحد موف وعندي هذا الرشمه ها هي، وعندي هذا كاع اللي ما لقاش. هادو حيت غاليين شويه، داير شي 60 درهم اللي ما قدرش. المهم كل واحد على قد الاستطاعه ديالو. غير هادي راه ب5 دراهم اخوتي، هادي راه ب5 دراهم حتى هي، راه كيجي الشكل ديالها زوين. المهم نتوما ديروا باش ما بغيش، ما كانش ماشي مشكل، ما عندناش الغرض. هادشي اللي كاين. مهم تبعوا معايا المراحل. عندي هنايا خوتي راني درت المقادير هنايا، هانتوما راني درت رابعه ديال الزبده ديال الحلوه، ما نقارين وديروا نتوما الشكل اللي بغيتو. المهم رابعه ديال الزبده، وعندي كاس ونص سنيده، وكاس ونص ديال الزيت، وثلاثه البيضات. والنكهات ديروا الفاني، فاني ضروري باش النكهات نكهو نتوما باللي بغيتو. الا خلطتوا النكهه ديال الليمون وديال الحامض راه كتجي اروع ما يكون وكتعطي واحد اللون زوين في العجينه. الا ما كانش هاد النكهات ديروا غير قشور الليمون، قشور الحامض، ديروا هذا باش ما بغيت تنكو. ديروا داك الفلو ديال الكراميل ولا ديال الفاني. ديروا هذا. سمحوا لي راني كنتفكر مع النكهات باش كتنكو. الا عندكم عشويه الكوك حمروه طحنوه وديروا. ما عندكمش الكوك شدوا غير واحد الكاس ديال الطحين تا هو يتحمر ويدار، راه كيجي صابلي رائع. نسيت واحد القضيه ضروري من خوتي، باش كيبقى الصابلي مقرمش، وباش كيبقى ملي كتبداو تفينوا فيه ما يتهرش ليكم. ضروري واحد المعلقه كبيره ديال الجليكوز. هذه ضروري من الجليكوز. اللي ما عندهاش الجليكوز كتدخل غير تقلب عليه، راه كتلقى المقادير ديال الجليكوز وتصايبو غير في الدار. المهم انا ما صايبتوش في الدار باش نكون واضحه معكم. انايا شريته حيت مازال غادي ينفيني به. هادشي اللي كاين اخوتي. والعجينه السكر. المهم خليكم معايا دابا غادي ندير معكم غير الصابلي. البنات اللي كيتنفخ ليهم وما كينجحش معاهم، المهم انايا غادي معاكم. صافي غادي نطرب هاد المقادير كامله. وراه كما قلت لكم راني درت النكهات بجوج، والليمون والحامض وزيت الفاني. ومازال عندي الطحين محمر هنايا. هاد الطحين محمر راه كان شايط ليا غير من سلو ديال رمضان، فهمتوا؟ هذا الطحين المحمر شايط ليا غير سلو ديالنا، غناخذ منه حتى هو واحد الكويس. صافي الخميره ما ديروهاش في الصابلي. الا درتو الخميره في الصابلي راه كتجي لكم شي وحده كبيره وحده صغيره وحده هذا. هادشي اللي كاين. الماء راه بطبيعه الحال بلاستيكه اللي كتلقوا فوق منها، ضروري منها. سمحوا لي نكون خفيفه عليكم، نكثر عليكم الهضره ولا شي حاجه. انا غير كنشرح للبنات المبتدئات، حيت انا عودي بلا ما قلت انا براسي الصابلي ما كانش كينجح ليا، ولكن بقيت بشويه بشويه حتى عرفت الغلط منين كيجي. كيخليه غليظ، كيتنفخ ليا، كيعواج، ما كيطيبش مزيان. والعافيه الحباب ديالي، الفران يسخن مزيان غادي يشد لكم واحد شويه الوقت، ولكن دخلوه في داك العافيه ميان. مثلا كان في الفران ديال الضو في ديك 150
ولا 160 حتى يشد راسو شويه، ونقصوا البوطه وخليوه يطيب على خاطرو، راه كيجي لون موحد وزوين. المهم غادي نطرب هذا وخليكم معايا، الله يجازيكم بخير، ونتمنى من الله نكون خفيفه عليكم. ما تقولش المهم الحاجه راه فيها الهضره بزاف، انا كنشرح للمبتدئات حيت حتى انا كان كيعجبني الشرح. يلا بقاو معنا، الله يجازيكم بخير. ما تنساوش لنا اللايك، حيت اللايك علاش كيفعل كيعطي الاشعار الفيديو يطلع لواحد اخر وكيستافد منه. هادشي اللي كاين. انا عودي بلا نقول انا راه براسي باغي كنستافد منكم الخوت العزاز. راني كان شي حاجه ما كنعرفهاش ولا كنغلط راه كندخل نقلب عليها وكناخذ حتى انا النصائح. هادشي اللي كاين. يلا تبقاو على خير على ما عجنت الصابلي وانا معاكم. صافي انا علاش درت الهاشوار حيت العجانه خاسره ليا. هادشي اللي كاين. وبالنسبه كما قلت لكم هذا الصابلي في العجينه ما خصوش يتدلك، خاصو غير يتجمع غير بالصبعان، ما تدلكوش. والطحين دابا تقريبا هذا راه غادي يهز ليا تقريبا هاد المقادير اللي درت تقريبا غادي تهز ليا. تقدر تهز ليا كيلو لارو ديال الطحين حتى الكيلو قل شي حاجه. غير هو الطحين مثلا ديروا ماشي ديروا دقه واحده، تقدروا ديروا على 2 دفعات صافي. حاولوا ما امكن. بحال دابا في الاول دير واحد نص كيلو طحين زايد في الاول، وتعاودوا ملي تبغيو تبداو تجمعوا غير هكا غير بالصبعان. حاولوا حيت الا بقيتو كتزيدوا الطحين شويه بشويه غادي تدلكوه بلا ما تحسوا زعما. اللهم من الاحسن ديروا نص كيلو هو الاول خلطوا، وإلا خاص واحد شويه زيدوه صافي غير بحال هكا وجمعوا العجينه باش ما يتجمعش لكم. حيت الدليك راه هو اللي الدليك هو اللي كيخسر الصابلي، كيجي كيتجمع كيتنفخ كيشحال من حاجه. المهم انا غادي دابا نحيد هادشي نقادو، وغادي ندير الدفعه الاولى تقريبا نص كيلو، وغادي نزيد مره ولا جوج صافي باش ما يتجمعش ليا هذا. غادي نزيد كما قلت لكم هاد الكاس ديال الطحين اللي ما داير، وحطوا كيلو العرب. انا غادي نشوف شحال غيهز ليا. صافي انا رديت تقريبا هنا حساب نص كيلو، وزدت هذاك الكاس ديال الطحين محمر. الا ما كان كما قلت لكم راه شاط ليا غير نسلو ديال رمضان. والا ما كانش الطحين، الا ما كانش مثلا حمروا غير في كوكوط راه كيتحمر في المقله، ولا دخلوه الفران. ها نتوما الحباب ديالي، شوفوا البنات المبتدئات التخليطه راه هكا غير بالصبعان ديالكم باش ما تدلكوش. وكما قلت لكم الدفعه الاولى بحال الطحين اللي قدرتوا ديروه على 2 دفعات ولا 3 بارك. ما تبقاوش كل مره تزيدوا شويه بشويه، راه هذيك شويه بشويه ما كتحسوش فيه حتى كدلكوه. صافي دابا انا غادي نزيد غير هذا تقريبا راه كيلو لاروب، وزدت عليه داك الكويس اللي هز لي هاد المقادير اللي درت معاكم. صافي دابا غادي ندير هكا وغادي نجمعها، وملي تجمعوا المهم خليكم معايا تشوفوا. المهم ها هي جمعتها. وملي تبغيو تقطعوها مثلا بالموس ولا بهذا، الا سمعتوها كتعطي واحد الصوت عرفوا راه العجينه ناجحه. نتوما كنبدا نقطع فيها كتعطي واحد الصوت. شوفوا كيفاش كتجي، ما كتجي لا مدلوكه لا والو، كتجي هكا كتفرتت، عرفوها راه العجينه ناجحه. صافي دابا غادي نقسم على 3 على 4، نقسم على 4 وغادي ندخلها الثلاجه غير تشد راسها شويه ان شاء الله. وغادي نخرج صافي نطبعها هذا عيب تبرد هذيك الزبده باش ملي تجيو طلقوها تجي مزيانه. صافي غندير فواحد البلاستيكه وغندخلها الثلاجه غير لتحت. واخا تبات هاد العجينه واخا تبقى يومين 3 ايام ماشي مشكل طيبوها في نهارها، راه قد ما بقات قد ما كترتاح وكتجي مزيانه. صافي في الصابلي، حيت الصابلي هو راه كتقول الصابلي ساهل ولكن راه صعيب في خدمته شويه. ولكن البنات المبتدئات الا بغاو يديروا راه ما حتى حاجه ما صعيبه. الا جيتو تشوفوا راه حتى حاجه ما صعيبه. صافي غادي ندخلو غادي نخلي واحد ربع ساعه ولا نص ساعه على ما جمعت الكوزينه والميانات ونرجع معكم ان شاء الله. المهم الصابلي كما قلت لكم راه كيطيب طياب موحد. شوفوا تبارك الله كيجي. راني درت تقريبا 3 الاشكال. بديت كنطبع درت هذا الطابع، هذا حتى هذا هو هذا اللي وريتكم دابا في هذا. ودرت هذا ديال القليبات حتى هو كيجي زوين. ودرت هذا الصفر حتى هو ديال الكاروات اللي غنديرهم هاد الطوابع. المهم انا ملي غنسالي الاشكال انا غنوريهم لكم. والصراحه هانتوما فين هو الطابع اللي درت انا غادي نوريكم باش كتعرفوا. راه ما درت لي فورما ما والو. هانتوما شوفوا كيف كيبان لكم. كيما غادي نهز الحبه غادي نحطها نشوف راه ما دي فورما ما حتى شي حاجه. هانتوما اخرى ثاني
يعني جا قياسو. شوفوا الا كتشوفوا راه كيبان الضو مع ما بين بيناتهم. صافي. المهم راني طلقت هادي ودوزت هاد المدلك ديال القليبات. انا دابا بديت كنقطع، وكما قلت لكم الصابلي راه ساهل. صافي دابا ملي كنقطعها كنعاود نقلبها هنا باش كتهز ليا بسهوله. نحيدها من البلاستيكه باش تهز ليا بسهوله. وضروري بالموس ديروا في الطحين باش كتهز لكم. ها شوفوا تبارك الله. والعبار نص سنتيم يبقى فيه كيجي رقيق، حيت مازال غادي نضوبلو عجينه الشكلاط غادي نضوبلو بها. وإلا كنتو نتوما ما غاديينش تضوبلو غتخليوه شويه غليظ باش ديروا ليه التزيين ديالو. انا غادي ندير ليه عجينه الشكلاط. هانتوما خليكم معايا، نعاود دابا نشارك معاكم. حيت دابا هاد الفيديو راني درتو غير على الصابلي. البنات اللي ما كينجحش ليهم الصابلي كيتنفخ كي قالت عليكم كيعواج، ما كيبقاش شاد العبار ديالو. هذا راه تبارك الله اللهم بارك. راه كيف ما كنحطو في الفران كما كنخرجو. صافي غادي نبقى بحال هكايا. والعافيه كما قلت لكم تكون مهيله باش يجي الطياب موحد. المهم ها هو الشكل الثاني. راه كما قلت لكم راه خطف ليا الفران من واحد الجهه، ولكن ماشي مشكل، عاد تحمرات شويه وصافي. ماشي محروقه ما والو، غير جات محمره حيت انا كنت بغيتها اللون شكلاطي، ولكن معليش غير هاد البياسات عادي. صافي بقى لي غير الشكل الثالث. والله يعاوننا ويعاونكم. الله يسهل علينا وعليكم. المهم ها الصابلي ما شاء الله اللهم بارك. والله العظيم شي وحده تهرست عمر 3 تشكيلات راه ديال القليبلي الفوقاني. ومهم لا كيبانوا لكم ها همايا. شوفوا الحباب ديالي، وتبقاو على خير يا ولاد الخير. يلا النصائح ديال الصابلي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.